ثم مستويين في الجواب. المستوى الأول في منهجية التعاطي مع الناخب، هل هي منهجية الوعود أو منهجية تقديم برنامج بقطع النظر عن تفاعل المتلقي؟ بالنسبة لنا في حركة النهضة خذينا على عاتقنا أنه دورنا ماهوش تقديم الوعود للناخبين، لأن اللي نقدموه ماهوش مشروع متاع شهر ولا شهرين. إذا نقدموا وعود ينجم بعد الانتخابات بشهرين بثلاثة أو بعام أو بعامين يتبين للناخب أنها كانت مجرد وعود انتخابية، مش هدفنا بعيد المدى هو إعادة الثقة بين كل الفاعلين والمتدخلين في العملية السياسية، سواء كانوا أحزاب أو جمعيات أو مجتمع مدني أو مواطنين. والثقة ما تتبنى كان ببرامج ما عندهاش علاقة بصندوق الاقتراع وإنما عندها علاقة بما بعد. المستوى الثاني هو المستوى الاقتصادي، مستوى التعامل مع الأرقام. أكيد أنه بعض الأطراف سواء في الصحافة ولا غيرها حاولت باش تلعب على التشبيه ما بين الرقم اللي عطيته، ولا هو مش هذا الرقم اللي قدمته حركة النهضة، وما بين رقم 300,000 موطن شغل اللي وعد بهم الرئيس السابق في خطابه الأخير. ما ثم حتى مقارنة بيناتهم، أولا لأن الرقم اللي أعطاه هو كان 300,000 في سنتين، والرقم اللي قدمته حركة النهضة كان في أفق 2016، وكان بناء على اعتبارات اقتصادية تراعي الظرف العام للبلاد وتراعي تطور الوضعية الاقتصادية. لأنه كما تعرفوا البلاد بعد الثورة كانت نسبة النمو فيها إلا 3%، ولكن حاليا طلعنا فوق الصفر، يعني وضعية البلاد قاعدة تتطور. فما أطراف أخرى في البلاد أحزاب أخرى تقول أنه نسبة النمو تفوق 7%، وهذا قريته الجرائد نتاع اليوم الكلام هذا موجود، هي نسبة معقولة. وزير المالية الحالي يتحدث على أكثر من 1,000,000 موطن شغل، وبالتالي الرقم اللي تحكي عليه ماهوش رقم مبالغ فيه. نعتقد أنه إذا تحسن التشغيل، إذا تحسن الاستثمار، إذا يتم تطور وتيرة بعث المؤسسات في الداخل وجلب الاستثمارات الخارجية، نجموا باش نوصلوا الرقم أكثر من هذا. كلمة تنازل لا هي كلمة إيجابية ولا سلبية. الظروف التي تحيط بها والمقصد منها هو الذي يجعل منها إيجابية أو سلبية. إذا كان تنازل من أجل تغليب المصلحة الوطنية وقتها مش التنازل فقط يصبح مطلوب وإنما التضحية. وإذا كان التنازل يعني المساس بالثوابت والتنازل يعني المساومة في المبادئ يصبح كلامك صحيح، وقتها تصبح حركة النهضة مدانة. أنا ما نقولش أنه حركة النهضة معصومة من الخطأ، ولكن اللي عنده نظرة وعنده أسئلة تفصيلية تهم الجزئيات أنا مستعد نجاوب على كل جزئيات. وين حركة النهضة تنازلت تنازلا يمس من مبادئها، إذا كان عملنا شيء هذا مستعدين باش نراجعوا أنفسنا ونعتذروا لأنصارنا ونعتذروا للشعب التونسي. ولكن ما ريتش فيما قامت به حركة النهضة إلا تنازلا وإلا تضحية تغليب المصلحة الوطنية، سواء كان دخولنا للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة رغم توازنها، سواء كان قبولنا بقانون الانتخابات رغم أننا نعتقد أنه وضع لكي يقص من أجنحة الطرف اللي يعتبر من جناحي الطرف اللي يعتبر هو الطرف القوي، سواء كان القبول أنه شخصيات كانت من بين شخصيات النظام السابق تتبوأ مكانها في الساحة السياسية الحالية. تعاملنا مع ملف النظام السابق، الناس الجلادين والناس اللي عقبوا خيالنا واخواتنا والناس اللي كانوا مسؤولين على التعذيب ظهر نهار 15 جانفي باتوا في ديارهم ولم يتعرض لهم احد بسوء. حركه النهضه تحمل مسؤوليه كبيره في ان دفعت الشعب التونسي نحو المسؤوليه ونحو تغليب المصلحه الوطنيه، ورغم ان نتعاونوا جميعا في طيف الحكومات، وبالتالي ما نراش في التنازل هذا ما يمس المبادئ. كل ما يتعلق بالاشخاص، اذا تسالني لكل شخص نجم نجاوبك. ما عندناش اعتراض شخصي على الدكتور مصطفى بن جعفر، هو شخصيه وطنيه ناضلت في العهد السابق يتسم بالتوازن، ولكن ثم اشكال منهجي انه مناقشه الشخصيات الصالحه لرئاسه تونس قبل الانتخابات، قبل استشارة الشعب التونسي، وقبل ما تتوضح الوضعية السياسية للبلاد، ودون أن يكون للشعب دور في هذا الاختيار، يعني تكون عملية ما بين قيادات الأحزاب السياسية أنا نرى أنه هذايا الشعب التونسي ما ينظرلوش نظرة باهية، وبالتالي نحن نتحفظ في هذا الموضوع. اللي يسألنا لأي شخصية مستعدين باش نجاوب، إذا كان شخصية رافضينها ولا من بقايا العهد السابق ولا شخصية غير وفاقية نعطيه رأينا. بالنسبة الدكتور مصطفى بن جعفر نحن لا نتحدث عن منصب بعينه، هو كشخصية ما عندناش اعتراض عليه، ولكن لكل حادث حديث وكل شيء يناقش في أوله. النظام اللي تروج صالح لتونس
قدمناه في برنامجنا. نحن نرى أن النظام البرلماني بعض الأطراف خاصة من الأحزاب السياسية ما قدمتش طروحتنا كما هي، حاولت مستواها وقالت أنه هذا هو مدخل جديد للاستبداد. يبدو أنه ما تأملوش جيدا في معاني النظام البرلماني كما قدمناه، نظروا له بصورة نظرية. وراه يلزم الناس كل تعرف أنه الأنظمة السياسية لا تناقش في صفحات الكتب وإنما تناقش في الواقع. النظام البرلماني اللي ننظروا له يقوم على التوازن بين السلطات، يقوم على دور تشريعي ودور رقابي للبرلمان. وما يمكن أن يثار في وجه هذا المقترح من أن النظام البرلماني لكي ينجح لابد أن يتوفر الشرطان اللي هو شرط الاستقرار السياسي وشرط الاستقرار الحزبي. نقولوا أن الاستقرار السياسي بمجرد عقد الانتخابات ماشيين نحو الاستقرار السياسي إن شاء الله. أما الاستقرار الحزبي فتضخم عدد الأحزاب الحالي هو تضخم خادع، لأنه إذا كانت نحي 40 حزب اليوم من أيتام التجمع اللي هم متفرعين على التجمع من ورثة التجمع، وتنحي تقريبا 50 حزب اللي هم ظواهر صوتية وظواهر إعلامية أكثر منها ظواهر حزبية وسياسية اللي هم ما نجحوش يقدموا حتى قائمة في حتى دائرة، باش يبقى عدد معقول جدا اللي نجم يعمل حياة سياسية متطورة في ظل نظام برلماني. أنا نشعر بحرج كل ما تعلق الأمر بالحديث عن أشخاص بعينهم، ولكن نجاوبك على سؤالك ما عنديش حرج فيه. الشخص الذي ذكرت ليس الوحيد الذي هاجم حركة النهضة. هناك ناس كانوا معنا في العمل السياسي ونظرنا مأساويا ضد بن علي، ثم بعد الثورة نظرا لتقدير مصلحة سياسية حزبية خاصة رأوا أنه الأولوية ما يجي مهاجمة فساد، ما يجي مهاجمة رموز العهد الباد، وإنما مهاجمة حركة النهضة. نحن الناس هذول ما يخالفوناش، ما نحبش نسمي، ولكن لا ما يسالش. انتم تعرفوهم، ما نحبش نسمي، انتم تعرفوهم بما من عندك انت خير من عندنا نحن. ما نحبش نسمي لانكم تعرفوا انه هذا ينجم كلام يحمل تاويلات شتى. نحن خاصه في الفتره هذه ما نحبوش نسميه. اللي نقوله بالنسبه للشخص اللي ذكرته كان له مسيره مع الاتجاه الاسلامي خاصه، ونحن حتى اللي ما عندهمش نفس الخلفيه الايديولوجيه معنا وقت اللي تكون عندنا مسيره نضاليه معهم نتحفظ لاحقا ولا نرد على شتائمهم ولا نرد على رجوماتهم، فما بالك بشخص كلينا الخبز والماء والملح مع بعضنا. وبالتالي انا مانيش باش نقول اي امر سيء في الشخص هذا، اللي نقول انه اجتهد اجتهادا واجتهاده خاطئ، لانه اذا كان يعتقد انه كيف يهاجم حركه النهضه باش يكون عنده حظوظ اكثر فهو مخطئ. لانه الشعب التونسي حاليا اللي هو يحل التلفزه يتفرج في 3000 قناه ويحل الانترنت يلقى العالم الكل بين يديه، مش ممكن باش يبقى محتاج الى قناه معينه باش تقضيه شنو الحزب الباهي وشنو الحزب الخايب، والا بيجي الانسان يطرح نفسه لحكم البلاد من خلال سب الاخرين. الشعب التونسي قال كلمته واضحه، اللي عنده برنامج متكامل وعنده اطروحات وعنده اقتراحات للنهوض بحال الشعب التونسي يتقدم للشعب التونسي ويقنعه ممكن يمشي معاه، ولكن اللي يجي باش يقدم روحه على اساس انه نقيض حركه النهضه ولا اساس انه باش ينقذ الشعب التونسي مش من الفقر ومش من الجهل ومش من التخلف وانما من حركه النهضه فهو مخطئ. لا انه حاضر في ذهني وقتها باش نستغلها في الحمله الانتخابيه، ولكن انا نستغلها حاليا. انا شخصيا لم اسعى لاستغلال اي شيء اولا، ولكن كل انسان يجد فعله. اللي نقوله انه في اللحظه هذيك لم افكر لا في اعلام، ما كنتش ننظر حتى للكاميرا اللي هي تصور، ولكن نقول حاجه. قبل 14 جانفي ثم ناس قامت باعمال وما نظرتش لتبعاتها، واذا باش تنظر لتبعاتها ربما الخطر كان اكثر من المنفعه. ولكن بعد 14 جانفي كل الناس اصبحوا ثوار وكل الناس اصبحوا مناضلين. اللي نقولوا يجب ان يتحفظ الجميع. الناس اللي كانوا قبل يسبحون بحمد النظام السابق اكبر خدمه قدموها للشعب التونسي على الاقل ينسيوه في وجوههم شوي. والناس اللي عملوا الباهي سواء من حركه نهضه ولا من غيرها من واجبهم مش من حقهم، من واجبهم ان يتحفظوا. اللي قدم تضحيه يحتسبها لله سبحانه وتعالى، والشعب التونسي راهو في الانتخابات ماهوش في كافه المناضلين على نضالهم السابق، باش يكافئ الناس اللي باش يتقدموا له على برامجهم وعلى اطروحاتهم وعلى صدقهم اذا كان اثبتوا له صدق، واللي عمل الحاجه اذا كانوا صدق فيها يخليها عند ربه. ما تنجمش تكون سياسه بلا اخلاق. ما تنجمش تكون سياسه بلا اخلاق، لانه الززار اذا بالك الحمد بعد قداش تفيق اللي هو غشك كيف توصل للدار؟ هذا اذا كان ما ثبتش منه وانت واقف. ولكن الاستاذ اذا كان يغش
ما تنامش تفيق به وقت ولدك يروح للدار، تفيق به من بعد اذا كان ما نجحش في البار. ولكن رجل السياسه اذا كان يقول كلام للناس فقط باش يصوتوا له، ما همش يحاسبوه بعد 4 سنين ولا 5 سنين في الانتخابات الجايه. الشعب اللي عمل ثوره واللي هو يطرد والي بكلمه ويطرد معتمد بكلمه، ينجم الرجل السياسي اللي يكذب عليه اليوم والا يشريه اليوم بالفلوس ولا بالكسكروتات وغدوه يبيع ولا خاطر مصلحه ولا خاطر منصب، غدوه يجي قدام بيروه. وهذا يلزم رساله يعرفوها الناس اللي متقدمين الانتخابات الكل، اللي الشعب هذا راه مش يحاسبهم بالانتخابات الجايه، راه باش يحاسبهم بعد جمعه وجمعتين وبعد شهر وشهرين. اللي قالوا راه باش نعطيك خدمه اول ما شد السلطه يوريه كيفاش. هذاك علاش نحن اول ما بدينا حملتنا الانتخابيه عملنا ندوه صحفيه قبل افتتاح الحمله في جرزونه، قلنا يا ناس راه ما عندناش وعود، ما عندناش وعود لا بخدم ولا بفلوس ولا بامتيازات. كل الوعود اللي باش نقدموها لكم هو انه باش تختاروا ناس صادقين، باش تختاروا ناس يكونوا محامين عليكم. رانا قاعدين ندوروا على الارياف، ماناش نوعدوا فيهم بالخدم، ماناش نوعدوا فيهم بالماء الصالح للشراب، نقول لهم هانا قاعدين نشوفوا اللي شفناه راه باش نوصلوه. كان كنا في مجلس رانا باش نتكلموا، كان كنا في حكومه رانا باش نتكلموا ونحاولوا نفعلوا، وهذا يظهر لي كيف. صراحه ما عنديش حتى رغبه باش نقابله، لاني ما نتصورش انا عندي وقت باش نقابله. ولكن انا طرح على نفسي اني ما نحبش نعطي فرصه حتى باش نخمم فيه، لانه مضيع الوقت. هذوما الناس سرقوا لنا فلوسنا وسرقوا لنا سنوات كبيره من اعمارنا وسرقوا لنا حياه بعض اخوتنا، ولكن اكبر حاجه سرقوها هي السنوات الطويله هذه اللي سرقوها من عمر الشعب التونسي، وما نتصورش كان الشعب يسامحهم فيها، حتى اذا كان احنا سامحناهم في الحوايج البسيطه اللي سرقوها منا، ولكن الشعب التونسي ما نتصورش كان يسامح في 23 سنه تسرقوا له من عمره، وفي سمعه الشعب التونسي اللي تسرقت، وفي قيمه الشهاده التونسيه اللي تسرقت، وفي كل الاذى اللي سبوا، وهو اذى يلزمنا سنوات طويله باش نصلحوها. الانسان ينجم بعرفه قيد يشعل النار في غابه، ولكن الشجر باش يعاود يطلع يلزم بين 60 و 70 سنه. الرئيس السابق اللي كان يجمع نعم حزب جديد، نعم فهمش نجاوب. اللي كان يجمع الرئيس السابق في قصر المؤتمرات، لو كانوا هذوك كلهم مؤمنين به فعلا كانوا يهبطوا في شارع بورقيبه ويفشلوا الثوره وما يهربش، ولا كانوا يحيطوا به في القصر وما يقرب له حد. ولكن هذوم الناس يجمعهم الطبل وتفرقهم العصا. الناس اللي هما يتلموا على مصلحه، اذا غابت المصلحه يمشيوا لارواحهم، خاصه انه التجربه ورات انه الناس هذوما اللي الناس يقفوا لهم يقولوا لهم بالروح بالدم نفديك يا فلان، وقت اللي يطلع في الطياره باش يهرب ينجم يهز معاه كلب ولا القطوس اللي معاه في القصر وما يتذكر حتى حد من الناس اللي كانوا يصفقوا له وكانوا مستعدين باش يفديوه بالروح والدم. وهذاك اللي صار. ايش معناها؟ معناها علاش نحن حاليا نتحفظوا ونتعفوا في الكلام، وحتى كي نذكروه نقولوا الرئيس السابق، وكيف نذكروا نظام نقولوا النظام السابق. علاش؟ مش حاشمين منه ولا خايفين منه، ولكن لانه برشا ناس ولات تقول المخلوع والمخلوعه وعائله المخلوع وعائله المخلوع. قبل ب9 شهور كانوا يقولوا العكس تماما وكانوا يسبوا في المناضلين. نحبوا نوجهوا رساله انه راهو الماضي نتعاملوا معاه لازم نتعاملوا بنظره تحاول تطوي صفحه الماضي، ولكن ما تستعملش نفس الوسائل. ثم ناس يسبوا في الرئيس السابق ولكن يستعملوا في نفس الوسائل، والناس اللي تويكي قاعدين يخوفوا من حركه النهضه، هاي باش تعمل كذا، وهاي باش تضطهد المراه، وهاي باش تنحي السياحه. هذه الوسائل اللي كان يستعملها الرئيس السابق. نحن ايش نقولوا له؟ نقولوا من دام مشى الرئيس السابق يمشي هو سياسته، يمشي هو وسائله، يمشي هو ادواته، وهات نحن كتوانسه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني انا والحزب الشيوعي مرجعيتنا مختلفه تماما، ولكن ثماشي مساحه صغيره نجموا نتفقوا فيها، ثماشي خطوات نجموا نمشيها مع بعض. اذا كان جينا نغلبوا المصلحه الوطنيه ثم خطوات نجموا نمشيها مع بعض. الله يعيش.